وصفتنا اليوم شوربة عدس بس مختلفة عن المعتاد. وصفة مليانة بالقيمة الغذائية، كلها فوائد. اللي حابب يشوف كيف حضرتها يتابعني بالفيديو لنشوف التفاصيل. لنحضر شوربتنا، حطيت طنجرة على النار فيها معلقتين زيت نباتي وبصلة عم بشوحها لأخذت اللون الذهبي الخفيف. ضيف على البصلة كوب من العدس المجروش، هيدا بيكون شكله مغسول ومصفى. بشوحه مع البصلة. بدي اضيف بطاطا حلوة، هيدي حبة بطاطا بتعادل بعد التقطيع حوالي الكوب ومقطعتها انا صغير مثل ما شايفين. بشوحها مع العدس. شوفين فيني استعمل سريع الطهي وفيني استعمل الحبة الكاملة، ما في مشكلة. نضيف مكعب ماجي اختياري. الملح حسب الرغبة، اكيد مندوق حسب ذوقنا. كمون ما منكتر. بعد ما تشوحوا بضيف عليهم المي المغلية. بلشت الشوربة بالغليان، بخفف النار وبغطيها وبتركها تاخد وقتها لحتى تستوي وتعقد مظبوط. ما شاء الله، شوفوا لي هالشوربة، شوفوا كيف داب العدس ذوبان. لسه باقي حبات البطاطا، مشان هيك هلا بنطحنها شوي بالمطحنة اليدوية لحتى تذوب حبات البطاطا. اللي بيحب بيضيف لها كركم لحتى يعزز لون الاصفر. هلا هي مثل ما شايفين الشوربه جامده شوي. بعد ما نطحنها في حال بدها ترخايه بنحط لها شويه مي، ما في مشكله، يعني كل شخص بيرخي حسب ذوقه. شوربتنا صارت جاهزة ما شاء الله، غنية بالقيمة الغذائية، طعمتها كتير طيبة. طحنتها نص طحنة. بالنسبة لكثافتها كل شخص بيتحكم بالكثافة مثل ما هو بيحب. حطيت لها على وجه زيت زيتون، بحب نكهته مع هالشوربة. بنقدمها مع الخبز المحمص، أنا اخترت أقدمها مع حواف التوست. قطعت التوست وحمصت الحواف بالفرن، بيعطوها نكهة كتير طيبة مميزة. ما بننسى عصرة الحامض، اللي بيحب بضيف على صحنه رشة كمون، اللي بيحب بحط لها بقدونس. بتمنى تكون عجبتكم هالوصفة وتجربوها وتحبوها. بشوفكم بوصفات جديدة من أكلات مها أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.